اختفاء امام عاشور. اختفاء امام عاشور، هل خطف؟ هل قتل؟ هل ادم وطني خده وعمل معانا الجلاشه؟ هل حد لعب في دماغه؟ هل حد هربه وقال له تعالى احترف وبعد كده ابقى ادفع غرامه؟ الله اعلم. المشكله ان انا لسه عامل فيديو ما نزلش اساسا، عامل له سكادول عن يا جمهور الاهلي احذروا. لما ينزلوا يشوفوه يا جماعه، بيتكلم ان احنا ما نقعش في الفخ والتوقيع اللي بيحصل ما بين جمهور الاهلي وامام عاشور، ومحاوله مقارنه امام عاشور بزيزو ومين بيفيد الاهلي اكتر. وكابتن خالد الغندور اللي طلع يقول ادوا امام عاشور اللي هو يستحقه والمفروض ياخد الفلوس عشان يضرب لك اوضه اللبس. ايا كان اللي حصل، عيان، مرضان، شبعان، جعان، لو غلط هيتعاقب في الاهلي، دي معروفه. والموضوع هيتلم لو هو لسه موجود ومفيش حاجه قهريه او حاجه هنتفاجئ بيها. لكن اللي احنا فيه ده دلوقتي سببه الاداره اللي طلعت بيان بعد ما اتعاقدت مع زيزو ان هيتم تغيير عقود اللعيبه، وان وعقود اللعيبه هترتفع. وبالتالي بدات ناس تتكلم شبه كوكا وشبه مروان وشبه امام. ما هو انت حط نفسك مكان امام عاشور، برضه هو اهم لاعب في مصر والصحافه الاجنبيه بتتكلم عنه، وانت جايب تريزيجيه وزيزو بياخدوا كل واحد فيهم بياخد له بتاع على الاقل $1.5 مليون في السنه. سيبك من تريزيجيه عشان لعيب جاي من بره، ولعيب هو من وجهه نظري الاعلى الاعلى قدره فنيه جوه افريقيا مع احترامي يعني لكل اللاعبين. انما زيزو كان لاعب محلي واديته الفلوس دي كلها، عربيتين رانج روفرز واحنا عارفين مين اللي دفعهم والحوارات الكتيره دي. فادي امام. انت ايام حسن حمدي كنت بتظبط اللعيبه بياسين منصور، كابتن الخطيب عايز كل حاجه تمشي بالورقه والقلم، ما عدا لو في حاجه هتمس كرامته هو، زي ما حصل وجاب حسين الشحات ب$5 مليون، زي ما حصل وجاب زيزو بسبب موضوع ازمه مارس واللي حصل في انسحاب الاهلي قدام الزمالك. فكان دي انا قلت ان دي صفقه عقابيه للزمالك. انما انت انت هتستنى امام عاشور؟ شايف كل الناس بتاخد الفلوس دي كلها وكل اللعيبه عماله تتكلم، وشوبير اللي بياخد 4 مليون والشناوي اللي بياخد 70 مليون. لا، في ازمه في اللعيبه، والازمه الاكبر ان انت بتدفع مرتبات بالدولار للعيبه تانية بس انت ما بتتكلمش واحنا بنتكلمش وعارفين. رضا سليم انت بتساهم في مرتبه وهو بيلعب في الجيش الملكي، ودلوقتي اشرف دايري عايلها في العقد كله $2.5 مليون، ودلوقتي جراديشار هتدفع له. كل اللعيبه الاجانب اللي انت بتجيبها بغير دراسه كويسه وبتلبسك في الدولارات دي كلها انت بتدفع مرتباتها. عشان كده ما قدرتش تجيب لعيب شبه ابراهيم دياباتي ب $2-3 مليون. في مؤامره على الاهلي، الاعلام هيفشخنا، النادي التاني ابله رتيبه اللي مش فارق معاهم ان هم سابوا اهم لاعب عندهم ناصر ماهر للمنافس المباشر ليهم اللي خد مكانهم اللي هيخلص عليهم وخد جماهيرهم. هم مش فارق معاهم ده، هو فارق معاهم انت. هو بينام ويصحى ويحلم وينام بيك انت خازوق في التوت عنده مش قادر ينساك. فايا كان موضوع امام عاشور، لازم الاهلي يبتدي يحل بقى مشاكله في عقود اللاعبين، لان انت خلاص انت بتنافس الخليج وبتنافس بيراميدز وانت عندك امكانيات تضاهي الناس دي. امكانياتك دي ان عندك رجال اعمال اغنياء قوي، واللي بيحصل مع الزمالك في الاخر يا جماعه ده فيلم، والزمالك هيتباع لمستثمر خليجي. شبه حاجات كتير دلوقتي يعني بتتباع من ممتلكات الدوله، ودي ممكن تبقى سياسه الدوله. فالزمالك لو اتباع لمستثمر خليجي والبيراميدز اصلا معاه مستثمر خليجي، لا فالاهلي كمان هيجي عليه وقت الروتيني اللي ماشيه بيه اداره الاهلي دي مش هنقدر ننجز، وصورتك هتتهز ومش هتعرف تجيب وش الكوبايه او وش التورته، لان انت خلاص انت ما بقتش الهدف. دلوقتي عندك الخليج، يعني اللعيب اللي هياخد $2-3 مليون، يعني مروان عطيه بياخد 10 مليون جنيه في الاهلي، لما يجي له $3 مليون في السعوديه، من 10 مليون ل 150 مليون جنيه في السنه، يعني 3-4 سنين يقفل له مليار جنيه. وده لاعب بيخلص على 32 34، هيقعد بعد كده يقشر بصل. ما هو مش كل اللعيبه هتقدر تطلع في التلفزيون وتعمل تشتغل في البرامج زي عماد متعب وعصام الحضري واللعيبه دول. وانت عارف ان امام حساس وان هم ماسكين ودانه ومش قادرين ينسوا قلم امام. وانت عارف طبع امام نفس دماغ شيكابالا. فانت لو مش عارف تسيطر عليه وكمان ما بتدوش فلوس عشان موضوع ادم وطني، احنا بقالنا 6 شهور في الحوار ده توقعاتي مشكله امام عاشور. شوف الفيديو ده وشوف الفيديو الجاي، اعمل لايك وفوز الجرس. سلام.